معاه سكاكين. كارثة كبيرة في المعادي والجيزة، ويا عالم الدور على مين؟ خدوا بالكم والتزموا بالتعليمات. أكتر من 12 بنت اختفوا من شارع واحد، بين كل واحد والتاني كام ساعة أو كام دقيقة. منهم 3 بنات من شارع 9، وواحدة اختفت من قدام السنتر التعليمي اللي كانت بتاخد درس فيه في منطقة فايدة كامل، و2 في شارع الجزائر، وما كانش فيه سبب واضح لاختفائهم لحد ما لقوا بنتين منهم في منطقة دار السلام مرمين في الشارع، والشرطة وصلت والطب الشرعي لقاهم من غير أي أعضاء. وهنا كان التفسير لاختفاء البنات اللي كاتر اليومين دول تحديدا. الأفظع من كده إن كان في ست كبيرة بتحاول تعدي الطريق وطلبت المساعدة من بنت، والبنت فجأة فقدت الوعي. ولما الناس اتلموا وشكوا في الست وفتشوها، لقيوا معاها جوه شنطتها إبر فيها مواد بتغيب الوعي، واتقبض على الست في الشارع عند مدرسة الصنايع. وفي بنت من المعادي بتحكي وبتوعي الناس ازاي نجت بأعجوبة، وكتبت وقالت: أنا جاية أقول لكل بنت خافي من أي حد حواليكي وجنبك، حتى لو مفيش غيره قدامك تستنجدي بيه وتقولي له يلحقك ويساعدك، خافي منه هو كمان، لأن أنا النهاردة شفت بعيني الموت وشعري شاب أقسم بالله. كنت راكبة ميكروباص رمسيس من عرب المعادي عشان أنزل عند الزرايب وأركب عربيات المقطم، والميكروباص فضي عليا عادي زي كل يوم، بس المرة دي قلقت وخفت قوي من شكل الناس اللي فضلت في العربية معايا، اللي هم كانوا واحد صعيدي وواحدة راكبة جنب السواق، والسواق اللي ما كانش باين منه أي حاجة، وكان لابس زعبوط مخبي بيه وشه طول الطريق وما شفتش شكله. ولما جيت أقول له على جنب يا اسطى طار بالعربية. جيت أحط إيدي على كرسي عشان أسند وأقوم، الولاية اللي جنبه مسكتني من إيدي وأنا عمالة أشد نفسي، وهي ماسكة إيدي عمالة تقطع فيها، ومش عارفة إيه اللي كان في إيديها عمالة تقطع بيه في إيدي. واللي راكب ورايا مسكني من كتفي عمال يشد فيا، وأنا عمالة أعيط وأصوت وأقول لهم والنبي سيبوني أنزل، وأقول لها والنبي سيبيني والنبي سيبي إيدي، وهي عمالة تقول لي خرسي مش عاوز أسمع صوتك. راح السواق يقول لي مش عاوز أسمع منك كلمة، اكتمي. راحت الولية ردت عليه وقالت له انت لسه هتاخد وتدي معاه في الكلام، دوس بنزين واجري واخلص. مش عارفة جبت القوة منين، وفتحت الباب بإيدي التانية، وأول لما شافني فتحت الباب هدى السرعة شوية، رحت رامية جسمي كله بره العربية. قلت أنا كده ميتة وكده ميتة، بس على الأقل لو مت على الطريق أهلي هيعرفوا يوصلولي ويلاقوني، لكن لو سلمت نفسي ليهم يا عالم هيعملوا فيا إيه، وأمي هتعرف توصلني ولا لأ. ولما نطيت إيدي اتشدت من إيديها وجلد إيدي كله طلع في إيديها. بجد عشت موقف يوقف القلب ويشيب الراس. خلي بالكم على نفسكم يا بنات، والنبي ما تدوش الأمان لأي حد. بنات كتير بيحكوا تجربتهم، وطفل صغير قال لوالدته لما فاق إن في ست شكته بحاجة في الشارع وكانت بتحاول تمسكه، بس هو جري، والحسن حظه إنه كان جنب بيته، وأول ما طلع البيت فقد الوعي تماما. هقول لكم بعض التعليمات عشان نتفادى اللي بيحصل. رقم 1، لو ماشية في شارع فاضي ومفيهوش غير ست كبيرة، اوعي تسنديها أو تطلب منك إنك تجيبي لها حاجة من على الأرض وتسمعي كلامها. ما تركبيش ميكروباص فاضي، ولو كان في ناس بصلهم كويس وتأكدي إنهم مش تبع بعض وشكلهم طبيعي، وتبعتي لأي حد من أهلك رقم لوحات العربية ولايف لوكيشن. رقم 3، ممنوع تشوفي خناقة وتقفي تتفرجي أو تدافعي، لأنهم بيصطادوا البنات بالطريقة دي بكل سهولة. رقم 4، نبهي على اخواتك أو ولادك ما يشربوش حاجة بره البيت مش مقفولة ومتبرشمة وشاريينها بإيديهم من السوبر ماركت أو من مكان عام. رقم 5 والأهم، لو شفت حد فقد الوعي اوعى تسيبه لحد، وتأكد إنه وصل لأهله، ولو شكيت في أي حد من الموجودين اتوجه لأقرب اسم شرطة وبلغ فورا وهم هيساعدوك. ربنا يحفظ مصر ويبعد عن أهلها وشعبها كل المصايب والفتن.